شباب، تعالوا اقول لكم بقى على صفقة الاهلي الجديدة حاجة كده على السريع. احمد قندوس لاعب وفاق سطيف الجزائري، الاهلي تعاقد معاه بقى 4 سنين ونص. كان الاهلي والزمالك كانوا بيتفاوضوا مع اللاعب، واللاعب اختار النادي الاهلي انه يروح يلعب معاه. صفقة قوية، وتعالى اقول لك بقى قوية من ناحية حاجة كده على السريع لخطة كولر. كولر كان عاوز يدعم الفريق عشان يعمل خطة 4-3-3. تعالى بقى اقول لك اهم الصفات واهم المميزات على السريع كده. يلا تعالى اقول لك بقى ليه قندوس مهم جدا للنادي الاهلي. هيرفع كفاءة اللعيبة لخطة كولر اللي عايز يعملها 4-3-3، لان اللاعب دوت اصلا بيلعب في خط وسط الهجوم، وله تهديفات على المرمى 10/10، وله جرأة على المرمى ان هو يشوط على المرمى، ده ممتاز. وساعات بيلعب جناح، يعني اللاعب دوت خط نص مع الهجوم مع الجناح هيبقى متكامل لخطة 4-3-3 ويقرر عايز ينفذها مع فريق النادي الاهلي. طبعا الخطة دي مش هجومية 100%، ان الاهلي كان بيطالب بواحد هجوم، بس الخطة ديت ممكن تعوض مع الاهلي في وجود كهربا ومحمد شريف. مع الجماعة دول هيقدر يعوض النقص لحد ما نروح كاس العالم ونخلص كاس العالم ونشوف الموضوع مع مجلس الاداره.